السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنكمل اخر موضوع في العضلة الكمثرية اللي هو العملية. كالعادة هنراجع بسرعة الحاجات اللي فاتت قبل كده بسرعة، ونتكلم كلمتين بس على العملية عشان تبقى ملم بالشكل. انا دكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، التشريح بتاع العضلة احنا بنتكلم دلوقتي على عرق النسا الكاذب او العضلة الكمثرية او البايريفورم سيندروم. كل الكلام دوت حاجة واحدة. قلنا عرق النسا دوت اللي هو مش تشخيص، ده ألم في المنطقة بتاعة الهنش من ورا ونزل على الفخدة من ورا. ده اسمه كده عرق نسا. ايه سببه بقى؟ اسباب ملهاش اول ولا اخر، من اول البطن وانت نازل. يعني في حاجات بره الايه، العظم خالص، ملهاش علاقة بالعظم. واحنا الشغلة بتاعتنا ان احنا ندور على مصدر الألم، هو جاي منين. طيب، العضلة الكمثرية دي فيها نفس الشكل بتاع الكمثرى كده، عشان كده سموها البايريفورمز، وتحتها عرق النسا. لو العضلة دي نشفت او كبرت، تخنت، تضغط على العصب. ايه السبب؟ ما فيش عندنا في العظم حاجة اسمها سبب. ما عندناش حاجة اسمها تكبر وما تضغطش على العصب عادي. ليها العصب ليه مساحة محترمة مخلياه مش دي مشكلتنا. مشكلتنا انها بقت عاملة ألم في الفخذ رهيب مع الهنش. مشكلتنا ان انت لما تتعالج يبقى في لخبطة، تعمل اشعة تلاقي في غضروف، الغضروف يلا نعمل عملية، وتعمل العملية ومفيش تحسن. المشكلة كلها من هنا. طيب، اتكلمنا على الأعراض بسرعة. المنطقة دي هي اللي بتوجع، ويروح جاي نازل لما يشد، ويبقى اكتر مع القعدة فترات طويلة او الوقفة فترات طويلة. الاسباب اذا كنا احنا قلنا ان ملهاش علاقة بالمرض، بس في عوامل مساعدة. كل مريض بيبقى عارف ايه علاجه ازاي، وايه اللي بيهيجه. لان انا يعني احنا مثلا نقول ايه، هو يجي يقول ان انا بتألم قوي لما اقعد فترات طويلة. تمام، نيجي نبتدي معاه العلاج مثلا تلاقيه مش راحم نفسه من تاني يوم يحاول يقعد فترات طويلة عشان يشوف العلاج جاب نتيجة ولا لا. انت بتعمل ايه؟ ايه التفكير ده؟ ابعد تماما على التريجرنج للموضوع. يعني ابعد عن العوامل المساعدة اللي محدش يعرفها غيرك، اللي بتهيج الموضوع. سيب المنطقة دي تستريح شوية، وبعد كده نبقى ان شاء الله نبقى نرجع للوضعية بتاعتنا. بس انت كل ما بتضرب الضربة بتاعتك في وضعية من باب ان انت تشوف هو العلاج جاب ولا ما جابش، انت بتزود تاني معامل الالتهاب، فما بتديش فرصة للجسم ان هو اصلا يحسن نفسه. تمام. طيب، النقطة التانية اللي عايز حضراتكم تعرفوها، ان في فرق كبير قوي ما بين عرق النسا اللي جاي من الظهر من الغضاريف، وما بين اللي جاي من هنا. اللي جاي من هنا ده عادة ما بيعديش الركبة، واللي جاي من الظهر عادة بيعدي الركبة. مش عادة، لازم يعدي الركبة، ينزل للصوابع تحت ويبقى ثابت في منطقة. يعني ده ساعات يعدي الركبة، وتلاقي مرة يجي يقول لك والله ده ساعات في السمانة، ساعات ناحية صبعي الصغير احس بلسعة، ساعات بالكبير احس. الكلام ده كله بنسميه ان اورجانيك. يعني ما هوش حاجة انا اهتم بيها. ده عصب تعبان بيلوش، بس مش حاجة ضغط عليه من فوق فيدي شوية كهرباء هنا، يدي شوية كهرباء هنا. اللي بيتغير مكانه بيبقى يعني ببقى مستريح له اكتر من اللي هو بيبقى ثابت في مكان معين. تمام. طيب، المتشابهات احنا قلنا قبل كده بالتفصيل في المحاضرات اللي فاتت ان الغضروف القطني واحدة من اهم الحاجات. نعمل الغضروف، نعمل الرنين ونلاقي الاشعة مطلعة غضروف قطني، يلا نعمل ونخش في السايكل لما بتخلص. المفصلة اللي ما بين الحوض والعمود الفقري،
اللي هي الساكروإليا. ان شاء الله نبقى نحط عليه محاضرة لوحده. الاشعاعات هو اصلا تشخيص المتلازمة يا جماعة، هو التشخيص الاكلينيكي. السونار طبعا كويس، السونار للدكاترة الاشعة اللي بيعملوه، اللي متخصصين في موضوع العضلات، الماسكولوسكليتال الترا ساوند ده، دولت بيبقوا مهم، لانه كمان بيحرك العضلة تحت السونار، وبيعرف بيعرف يتحكم فيها اكتر. غير ان الرنين بيعمل لي ايه، برضه بيبينها طبعا، بس بيبين معاها كمان الحاجات اللي فوق، اللي هي مش مرتبطة بالسبب. يعني دلوقتي بقت الموضة ان العيان من كترة ما هو قلقان بيفكر مع نفسه، يعمل الأشعة مع نفسه، ويترجم التقرير مع نفسه، ويبتدي ياخد مع علاج مع نفسه، والأمور يعني في حتة تانية يعني. اتكلمنا على الدوائي والطبيعي والحقن. النهاردة العملية، كل الكلام دوت فشل لمدة 6-8 شهور، يبقى احنا مضطرين نخش في المرحلة اللي بعديها، اللي هي الجراحة. الجراحة يا جماعة بمنتهى البساطة، أنا لو افترضت إن أنا عندي، عشان تبقى فاهم الفلسفة، لو افترضت إن أنا عندي غضروف من فوق ضارب، وعندي عضلة من تحت ضربة، خلاص، وفي اوفرلاب لأن التشخيص مش سهل نهائي، وفي الاتنين ضاربين. طب ما أنا أبتدي بالسهل البسيط، بحيث يمكن لما يقل الضغط العيان يستريح بالنسبة اللي تخليه مش عايز يعمل حاجة تانية. يعني بنفس الحركة دي هي اللي موجودة ما بين الرقبة واختناق العصب الأوسط في اليد، اللي الناس بنعمل التستيك عند منطقة الرزغ، يبقى جاي من الرقبة ويبقى ضاغط تحت عند الرزغ. طيب احنا نشتغل على الرقبة ليه دلوقتي؟ ما نبتدي الأول بالأسهل الأبسط. يمكن الأعراض، ومش يمكن، ده هي بتوصل لغاية 80% الأعراض بتقل، بحيث إن ما بيبقاش محتاج خطوة تانية أكبر. غير لما بنعمل العكس أكبر فوق، تحت بقى أصلا ممكن ما يبقاش السبب من فوق. يعني احنا افترضنا ان اللي تحت اللي فوق دوت، اللي هو ما بين الرقبة والعصب الاوسط، ان في دبل كراش، ضربة من فوق وضربة من تحت، فبنبتدي بالاسهل. طب تحت الموضوع اصعب تشخيصه وتحديده، فعلى الاقل نبتدي باللي تحت ونشوف بعد كده الاثار ايه، غير لما نبتدي من فوق ويبقى تماما مفيش ضغطة تحت، والضغطة كله من تحت، فاحنا ما استفدناش حاجة من فوق. طيب التفاصيل بتاعة العملية يا جماعة هو بمنتهى البساطة. احنا يا جماعة بنفتح فتحة عند الحوض هنا بتاع 5 سنتي، لو تخين او تخينة بنضطر نكبر الفتحة عشان نقدر نوصل بسهولة ونتخر، الدهون بتبقى واخدة كمية كبيرة من المساحة، فبنفتح فتحة اكبر ونوصل عند الوتر دوت ونقطعه، فالعضلة تكشكش، ويبتدي الضغط اللي على العصب ده يهدى، والعصب نفسه يبان. يعني ساعات بنبص عليه وبنحسه بايدينا، بحيث ان احنا نتأكد ان مفيش حاجة ضاغطة عليه. وكمان بنحرك الحوض، لان ساعات العظمة دي بتبقى بارزة بتخبط فيه برضو مع حركات، فنقص ناكل منها شوية من عظمة الحوض، من عظمة الفخذ. دي بمنتهى البساطة الايه، العملية. بعد العملية هو بيخرج في نفس اليوم، وبيحمل على رجله في نفس اليوم برضو بالعكاز. اعتقد كده المتلازمة او عرق النسا الكاذب او العضلة الكمثرية تقريبا كده خلصت تماما بكل مواضيعها، من اول الاعراض لغاية العملية. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.